في حد يصدق ان البسبوسه دي عاملينها بشويه ميه؟ ايوه، عاملينها بشويه ميه، من غير لبن، من غير زبادي، من غير سمنه. بصوا شايفين شكلها؟ بسبوسه ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت شايفه قد ايه هي مرمله. بصوا البسبوسه، شايفه؟ خطيره. شايفه البسبوسه ماسكه نفسها ومرمله في نفس الوقت. تعالي ابداي معايا الفيديو وانا اقول لك عاملينها ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو من دقيق سميد البسبوسه، شايفين شكله؟ بمعدل 3 كوبايات او 3 مجات من المجات الشاي دي. خلاص، انا بجيب على طول نص كيلو من عند العطار. معايا ذره ملح، بصوا بقى على طرف المعلقه كده. بيكنج باودر، بسبوسه الميه يا جماعه بتحط لها بيكنج باودر. البسبوسه اللي بتتعمل بالسمنه البلدي انا مش بحط لها. قلبي المكونات دي. بعد ما تقلبيهم هتنزلي بنص مج من الزيت او السمنه النباتي، لكن انا عاملاها بزيت. شربي الزيت بالسميد كله. وبعد ما نزلنا بالزيت وبسينا البسبوسه كويس قوي، شايفين بقت عامله معانا زي الرمله المبلوله بالظبط. هتركنيها على جنب. معايا مج الا ربع من السكر، ومعايا مج من الميه، ميه دافيه. بصوا انا مش عارفه الحته دي صورتها ولا لا. انا نزلت بمعلقتين كبار من العسل الابيض او شربات الكنافه التقيل. هندوبهم كويس. مفيش اسهل ولا ابسط من البسبوسه ديت، سهله جدا ومقاديرها سهله خالص. بعد ما احنا دوبناهم انزلي على طول بالبسبوسه بتاعتك وهتقلبي. بصي هتقلبي من فوق لتحت. خلاص على كده. لو قلبتي فيها كتير البسبوسه بتاعتك هتنشف منك. تبقى نجيب الصينيه بتاعتنا. بدهن الصينيه دهنه بسيطه من الزيت. بنزل على طول بالبسبوسه بتاعتك. بعد ما بنسوي البسبوسه بتبقى معاكي بالشكل ده. بتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 200، بتقعد معاكي يا دوبك 12 دقيقه. لو حسيتيها احمرت من الجناب والوش بتاعك ما احمرش، اطفي من تحت وولعي لها الشوايه. اروح اسويها وارجع لك. كده انا مدخله البسبوسه بتاعتي جوه الفرن. بسبوستي بتقعد يا دوبك 12 دقيقه. تعالي بقى في خلال ما احنا البسبوسه بتاعتنا تستوي نكون احنا عملنا الشربات بتاعها. معايا كوبايتين من السكر، كوبايتين السكر عليهم كوبايتين ميه. نزلنا بكوبايتين ميه وكوبايتين من السكر. عصره ليمونه او شريحه ليمونه هتحطيهم على النار هيغلوا لمده 10 دقايق، وبعد ما بتطفي عليهم بتحطي باكت من الفانيليا. كده شرباتك جاهز. وهي دي شكل البسبوسه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. هي وسخنه والشربات سخن هتنزلي عليه كده. شايفه بتشرب قد ايه العسل بتاعها؟ كده بسبوستك ناجحه 100%. تستني لها شويه تشرب شويه وتروحي زايده بقيه الشربات بتاعها. هي هتاخد الكوبايتين بالظبط. وبعد ما احنا حطينا الشربات كله، بصوا بقى هاتوا غطا وغطي البسبوسه بتاعتك. سيبيها على الاقل ساعه. هتلاقيها مرمله وطريه وتحفه. بعد ساعه هرجع لك. تعالوا بقى نشوف البسبوسه بتاعتنا. شايفين؟ خطيره. شايفه قد ايه هي طريه؟ بامانه تحفه. اتمنى ان انت تجربيها وتعجبك.